ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنشرح شروط الحجز، الشروط المالية، الأوراق المطلوبة للتقديم على أكبر وأقوى مشروعات مطروحة دلوقتي، وهي مشروع ظلال، مشروع ديارنا، مشروع جنة، سكن مصر، الإسكان الحر، مشروع روضة العبور. وهنتكلم كمان عن التفاصيل مهمة جدا ناس كتير بتتلخبط فيها، وضروري تبقى فاهم قبل ما تحجز أو تدفع أي فلوس. فلو دي أول مرة تشوفونا يا ريت تنزلوا دلوقتي تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس على الكل، وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفيدوا والمعلومة توصل لكل الناس. أولا الشروط العامة للتقديم، ركز معايا كويس لأن النقطة اللي جاية دي بتتلخبط ناس كتير. واحد، لازم المتقدم يكون مصري وسنه ما يقلش عن 21 سنة. اتنين، الزوج أو الزوجة ما ينفعش يحجزوا وحدتين في نفس المشروع، يعني ما ينفعش الاتنين يحجزوا ظلال، ما ينفعش الاتنين يحجزوا ديارنا، لكن واحد يحجز ظلال والتاني يحجز ديارنا، أو واحد يحجز سكن مصر والتاني جنة، وهكذا. الأعزب كمان يقدر يحجز وحدة أو اتنين بس في مشروعات مختلفة. أربعة، الوحدات ليها حصة في الأرض بنفس مساحة الشقة، ودي نقطة مهمة جدا في الاستثمار. بعض وحدات الدور الأرضي بيكون معاها حدائق، وده بيرجع للتنسيق الموقع اللي هيتعلن بعدين. البنت هاوس، الروف الخاص بيه بيكون ليه سعر منفصل، وسعر المتر في الروف نص سعر متر الشقة، يعني لو سعر المتر 20,000، المتر في الروف هيبقى 10,000. سبعة، نسب التميز لسه هتضاف في الكراسات الاستكمالية، زي اتجاه الوحدة، الدور، الواجهة، موقع العمارة. كل ما زادت المميزات السعر يعلى. 8، التقديم متاح لأي حد في أي محافظة، مش شرط تكون تابع لنفس المكان، مش شرط تكون مقيم هناك، ومفيش أي علاقة بإنك تكون عندك ملك أو ورث. 9، لازم يكون عندك حساب على منصة مصر الرقمية، ولازم رقم التليفون يكون باسمك، لأن لو باسم حد تاني مش هيتقبل. وكده كده شارحين على القناة ازاي تعمل حساب على مصر الرقمية، ارجع للفيديو عشان تعمل الحساب بطريقة صحيحة. 10، لازم يكون عندك حساب بنكي فيه رقم الأيبان. وركز أوي هنا، ما ينفعش الزوجة تقدم بنفس حساب الزوج، وما ينفعش الزوج يقدم بحساب الزوجة، كل واحد ليه حساب منفصل علشان الفلوس اللي راجعة ترجع على نفس الحساب. طب ايه هي الأوراق المطلوبة؟ واحد، بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. اتنين، شهادات ميلاد الأطفال لو عندهم بطاقة تتحط برضه. 3، حساب مصر الرقمية متفعل. رقم حساب البنك الأيبان. طب مواعيد التقديم من يوم 16/11 لحد يوم 15/12، مدة شهر كامل، وده شهر مخصص بس لدفع جدية الحجز. وهنا في نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها، مفيش حاجة اسمها أسبقية تقديم، اللي قدم أول يوم زي اللي قدم آخر يوم. الأسبقية الحقيقية بتكون يوم الحجز الوحدة، مش يوم دفع الجدية. كل مشروع ليه ميعاد دخول محدد، هيقول لك ادخل الساعة 9 أو 10 أو 11، وفي اللحظة دي كل الناس بتدخل مع بعض وتبدأ تختار وحدتك. أهم تحذير لازم تعرفه، المكان اللي تختاره مفيش فيه تغيير نهائي، لا القاهرة الجديدة تتحول لأكتوبر، ولا أكتوبر تتحول للعبور، ولا العبور تتحول للشروق. لو اخترت مكان غلط للأسف مش هتعرف تغيره، فلازم تكون واثق 100% قبل ما تختار. طب إيه هي المشروعات المتاحة في الطرح ده؟ لحد دلوقتي المطروح رسميا ظلال، ديارنا، جنة، سكن مصر، الإسكان الحر، روضة العبور. لو نزل أي مشروع جديد هكون أول واحد أعلن هنا عنه في القناة. الموضوع محتاج منك بس إنك تكون فاهم خطوات كويس، عارف هتقدم فين، عارف وحدتك في أي مشروع، ومجهز ورقك قبل ميعاد الحجز، لأن زي ما وضحنا المكان اللي هتختاره مفيش فيه تغيير نهائيا، والنسب التميز بتتحدد فيما بعد. لكن الأسبقية بتكون في اختيار الوحدة، هي اللحظة اللي بتدخل فيها الحجز في الميعاد المحدد لكل مشروع. فلو انت ناوي تقدم، راجع شروطك، راجع قدرتك المالية، اختار المشروع اللي يناسبك، وتابع مواعيد الحجز بدقة علشان تكون جاهز لما الموقع يفتح. وفرق كبير بين انك تدخل الحجز وانت مش فاهم، وبين انك تدخل وانت فاهم كل تفصيله وعارف انت رايح فين ولإيه. وده اللي بنحاول نوضحه لكم دايما، وبإذن الله أي حد داخل الطرح الجديد ربنا يكتب له نصيب في واحدة كويسة وفي مكان يناسبه. ولو عندكم أي استفسار أو سؤال أو نقطة مش واضحة اكتبوها في التعليقات، وأنا بإذن الله أرد عليكم وأوضح لكم كل حاجة بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. فما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل، ولايك وشير للفيديو عشان المعلومة توصل لغيركم والناس كلها تستفيد.